المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها أنشطة نفير تنموي في عطراسي، مساعدات مالية وعينية في شعب ودبروة، دعوات لتقوية جهود مكافحة اقتلاع الأشجار في حكات. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقول أن طرفي الصراع منخرطان في محادثات هدنة. بيونغ يانغ تحذر واشنطن من التدخل في الشؤون الكورية. وتقدم في محادثات الهند والصين لنزع فتيل مواجهة الحدودية. أهلا بكم مشاهدينا. قدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب دعما عينيا بقيمة 60,000 نقفة ل30 من أعضائها في مديرية عرزة، وما شمل الدعم الذرة والزيت والعدس والصابون والشاي و15,000 نقفة نقدا. كما قدمت الجمعية مواد غذائية بقيمة 42,000 نقفة لأعضائها المحتاجين في مديرية مايمنة. في غضون ذلك واصل المواطنون المهتمون دعم المحتاجين في عرزة، حيث أعفى عدد من المواطنين مدفوعات إيجارات المنازل لفترة شهرين وحتى زوال وباء الكورونا. تلقت الأسرة المحتاجة الملازمة لبيوتها جراء وباء فيروس كورونا في مديريتي قندع وابن حيلي الدعم المالي والعيني. وقدم سكان ترديشي وماي حبار والعيتن بمديرية قندع 110 كنتال ذرة تم توزيعها على المحتاجين في نفاسيت. كما قدمت مزرعة المخابرات العسكرية في قندع 12,000 نقفة. وساعدت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب 28 من أعضائها في مديرية قندع بتقديم كنتال ذرة و300 نقفة لكل منهم. كما قدم مكتب وزارة الدفاع في مبات كلا الدعم للمحتاجين. وقدم السيد حروي جبرولد المقيم في أمريكا $1,000 لسكان قحتلاي. وقدم سكان ضاحية عد حنسو وحدش عدي 60 كنتال ذرة ل120 محتاج، وتوزيع 5,124 نقفة من تركو ل26 محتاجا. قدم السكان في مديرية الشعب بإقليم شمال البحر الأحمر والدباروا بالإقليم الجنوبي دعما ماليا وعينيا للمحتاجين. وقدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بالتعاون مع إدارة مديرية الشعب كنتال ذرة و300 نقفة ل18 من أعضائها، ودعم مماثل ل47 من أعضائها في مصوى. وقدم سكان ضاحيتي قدقد وتيلوك حوالي 13 كنتال ذرة و6 كنتال ذرة مستخرجة من ضاحية واقيرو و6,000 نقفة تبرع بها أصحاب المتاجر للأسر المحتاجة. في غضون ذلك تم معاقبة منتهكي تعليمات مكافحة وباء الكورونا في المديرية. وفي مديرية دباروا تم تقديم 111,000 نقفة للمحتاجين في قاقدة. من جهة أخرى قدمت الجمعية الوطنية للصم مبلغ 56,000 نقفة تبرع بها 80 من أعضائها يوم 10 من يونيو من كامل أرجاء البلاد. يواصل الإريتريون في الداخل والمهجر تقديم التبرعات المالية والعينية لتنمية صندوق التصدي لوباء كورونا ومساعدة المحتاجين الذين لازموا منازلهم تطبيقا للتعليمات الحكومية الصادرة للوقاية من الوباء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. أفادت تقارير وزارة الصحة اليومي بأن شركة بادمة للإنشاءات قدمت 311,813 نقفة إضافة لتبرعها السابق، وسكان قطينة بمديرية مايمنة ب80,000 نقفة، وعمال الملاحة في شركة خدمات وكالة السفن في عصب ب18,855 نقفة، وبلا ربا مدبر للملابس والأدوات المنزلية ب15,300 نقفة، وضحية إفالبا ب10,000 نقفة، ولكوندا كيبال انترناشنال ب2,943 نقفة، والجمعية الوطنية للمواد الكيميائية الهندسية 2,000 نقفة، وعمال المؤسسات الحكومية في أدوبحة ب1458 نقفة.
وتبرعت جمعية بعل مريم عد بني المقيمين في أسمرة ب10,000 نقفة، وجمعية كيدان مهرت التعاونية لحيلو المقيمين في أسمرة ب5,000 نقفة، وجيلوم جنرال إلكترونيكس ب3,000 نقفة، وطاحونة لتمكيل في تولوت ب2,000 نقفة. وكل من جمعية بعل مريم تسفو ودماس التعاونية لماي لحام المقيمون في أسمرة ودكان قبر تنسائي في جودايف ب1500 نقفة، ومطعم موسى ب2000 نقفة، والمزرعة الجماعية في ماي ذبري ب2000 نقفة، والجمعية التعاونية لتنمية سبع 2000 نقفة، ومحطة وقود سابا أسفها ب500 نقفة. وتبرعت كنيسة دبر برهان أبونا هواريا كريستوس ب10,000 نقفة، ودلشي فيتا كافي ب5,000 نقفة، والجالية الإريترية في مدينة بون الألمانية ب2000 يورو، وعدد كبير من المواطنين حوالي 30,000 نقفة. من ناحية ثانية، أعفى عدد من المواطنين مدفوعات وإيجارات منازلهم في أسمرة، وقال نفحي لفترات من شهر وحتى 4 أشهر وسنة. دعا مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية حقات السيد تخلاي في السهاية السكان للتعاون للسيطرة على محاولات اقتلاع الأشجار واستخدامها في الفحم. جاء ذلك بعد ضبط إبلا تحمل حوالي 50 كنتال فحم ليلة 8 يونيو في منطقتي جلاس وانجناق. وقال إن الإبل تم ضبطها بتعاون قوات الدفاع وسلطة الغابات والحياة البرية. وذكر بأن مناطق عدرته وإنقرنيه وعلي باناي بمديرية أقردات وحركوك بمديرية منصورة تشهد تكرار ظاهرة اقتلاع الأشجار لاستخدامها في الفحم، مشيدا بتعاون أعضاء قوات الدفاع في مكافحة ذلك. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. في الشأن العالمي، قالت الأمم المتحدة أن الطرفين المتحاربين في ليبيا منخرطان في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بعد مكاسب سريعة حققتها قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقتال عنيف حول مدينة سيرتا الساحلية بوسط البلاد. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مفوضي الأمم المتحدة اجتمعوا على حدة مع وفد حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق. يأتي ذلك بعد الانهيار المفاجئ لهجوم قوات شرق ليبيا الذي استمر 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق وانسحابها من معظم الأراضي التي سيطرت عليها في شمال غرب ليبيا. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أعلنت فيه إجراء المحادثات أن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سيرت وما حولها تثير قلق البعثة بوجه خاص. حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من التدخل في الشؤون الكورية إذا كانت تريد ضمان تنظيم انتخابات رئاسية سلسة، بعدما عبرت واشنطن عن استيائها من قطع بيونغ يانغ الجسور مع سيول. وفي بيان بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، انتقد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية المواقف المزدوجة للولايات المتحدة ووصفها بأنها مثيرة للاشمئزاز. وقال كون جونغ جون المدير العام لوزارة الشؤون الأمريكية على واشنطن أن تضبط لسانها وتهتم بشؤونها الداخلية أولا إذا أرادت ضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. ويأتي هذا التهديد المبطن قبل يومين من ذكرى مرور عامين على القمة التاريخية التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة. وكانت هذه القمة الأولى بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي في المنصب. وتضاعف بيونغ يانغ منذ أيام هجماتها الكلامية على سيول، وقد أعلن النظام الكوري الشمالي قطع كل الاتصالات الرسمية مع الجارة الجنوبية.
قال مسؤولون في الحكومة الهندية إن قادة عسكريين من الهند والصين أحرزوا تقدما في محادثات أجروها لنزع فتيل مواجهة عند منطقة حدودية يتنازعان عليها في غرب الهيمالايا، وذلك بعد سحب بعض القوات في بادرة لبناء الثقة. أوضح مسؤولون هنود أن مئات الجنود كانوا يرابطون في مواجهة بعضهم البعض بمنطقة لاذاخ الجليدية النائية منذ أبريل، في أخطر تصعيد حدودي بين الجانبين منذ سنوات بعد تقدم دوريات صينية إلى ما تعتبره الهند جانبها من الحدود الفعلية. وتزعم الصين أن الإقليم ملك لها، واعترضت على إنشاء الهند لطرق في المنطقة. وقال مسؤولون في دلهي إن الجانبين أحرزا تقدما في محادثاتهما. وقال أحد المسؤولين الهنود أن حدة الاحتكاك خفت إلى حد ما بعد أسابيع من التوتر شهدت حادثا اشتبك فيه جنود دوريات من الجانبين بالأيدي على ضفاف بحيرة بانجونغ، مما أسفر عن إصابات. يعتزم البرلمان الأوروبي أن يحض بريطانيا على إعادة النظر في موقفها التفاوضي في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول علاقتها به لمرحلة ما بعد البريكسيت بحسب مشروع القرار. وفي هذه التوصيات التي ستعرض على تصويت في المفوضية ثم على تصويت آخر في جلسة عامة، يطلب البرلمان من الحكومة البريطانية إعادة النظر بشكل طارئ في موقفها التفاوضي حول نقطة يعتبرها الأوروبيون مهمة، وهي شروط المنافسة العادلة. ويطالب الاتحاد الأوروبي في الواقع بأن تقدم بريطانيا في العلاقة المستقبلية ضمانات في المجالات المالية والاجتماعية والبيئية، أو حول مساعدات الدول من أجل عدم انبثاق اقتصاد غير منتظم على أبوابه. لكن لندن ترفض بحسب الأوروبيين التقدم في هذا الموضوع منذ بدء المحادثات في مارس. وعدم إحراز تقدم في المحادثات يضعف هدف التوصل إلى اتفاق، حين تنتهي الفترة الانتقالية التي تواصل فيها بريطانيا التي قادرت الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير تطبيق القوانين الأوروبية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.